سلام كبداتي الغزالات، كنتمنى تكونوا بألف خير. المهم ما نطولش عليكم بزاف. اليوم جيت نعاود لكم القصة ديال سارة. السلام عليكم. انا سارة، عندي 16 عام. فاش كانت عندي 14 عام كنت صاحبت مع ولد خالتي كنت كنمشي ندوز معاهم الصيف، لانهم في مدينة قريبة لينا وفي نفس الوقت قريبة للبحر، وانا كان عزيز عليا ندوز الصيف تما ونقيل في البحر نتسارى. نخرج مدينتنا مغبونة وما فيهاش زعما بزاف د الحوايج اللي ممكن نديروهم. انا كل عام كنت كنمشي عند خالتي، لدرجة كانوا عندي صحابات في الحومة ديالها، بنات ودراري اللي كنت كنخرج نلعب معاهم. هادشي فاش كنت صغيرة. ولد خالتي كان ديك الساعة اكبر مني ب7 سنين، كانت عنده 21 عام. العام اللي مشيتو انا عندي 14 عام كنت حسيت بيه الشوفة ديالو تبدلات، حيت في داك العام سبحان الله كنت طواليت وزيانيت وبانت فيا المعالم ديال الانوثه. يعني صافي ما بقيتش كنبان برهوشه ولا دريه صغيره، وليت كنبان شابه زوينه. شعري وليت كنتهلا فيه، وليت كنخليه ديما مطلوق وطويل تبارك الله. وبديت كنتهلا في راسي، كندير كحول، كندير كلوس، يعني فرحانه براسي وفرحانه بالزين ديالي. وحتى دوك البنيتات اللي كنت كنعرفهم كانوا حتى هما كبروا كيلبسوا دوك الكسيوات، ولينا كنوقفوا بعقلنا. ما بقيناش كنجلسوا نلعبوا لاستيك وشريطه، بالعكس كنجلسوا في واحد قنيات وشادين التليفونات حتى حنا وخدامين كنعاودوا المغامرات ديالنا. المغامرات ديالنا كانت بسيطه، غير هذا وقف عليا، هذا تبسل عليا، هذا غمزني، هذا قال ليا، داكشي على قدنا. المهم ولد خالتي ولا راد معايا البال ملي وليت كنمشي عندهم. فهداك الصيف فاش مشيت عندهم قال لي ما تبقيش عاصره في الدرب بزاف، انا ما كنبغيش اللي يشوف فيك، راه الدراري عندنا في الحومه باسلين وهادي وهادي. وكان كيهبط يجلس معايا قدام الباب ديالهم، كان كيمشي يشري ليا كاوكاو والزريعه، كنجلسو نبقاو نهضروا ونعاودو. كيبقى يعاود لي على واحد صاحبتو اللي كان كيبغيها وهي سمحات فيه ومشات مع واحد صاحبه. المهم داكشي ديال الدراما اللي كتخليك زعما داك الولد اللي قدام كيبقى فيك وتألمي ليه وتألمي الحالة ديالو، وكتولي زعما باغا ما عرفت شنو ديري غير باش هو يفرح. وكان كيبين لي الحزن وانه متاثر وكان بقى فيا بزاف. هذيك الطريقه هي اللي خلاتني انا نطيح فيه ونولي كنبغيه. وليت كنبغيه ونقول هو زوين وبوغوس، وفعلا السيد كان زوين ولي ميسكل، وحتى هو كان عمر تبارك الله، والطولة والضحيكة، وكانت عنده واحد الغمازة في حنكو ناري. من كان كيضحك كنت كنحس صافي القلب ديالي كيدوب وكيطيح من بلاصتو. المهم داز داك العام اللي موراه كانت عندي 15 عام، وعاوتاني مشيت وجلست عند خالتي كانت موظفة كتقيل نهار كامل في الخدمة، ووليداتها كان عندها هو الصغير وجوج بنيتات مزوجين، وعندها خدامة. ديك الخدامة زعما ما كانتش راده معانا البال بزاف، كتقضي مسكينه شغلها وطالقه التلفازه في الكوزينه فيها مسلسلات. وليت انا وولد خالتي اللي اصلا عام وانا وياه بالميساجات، وفين ما كتكون شي عطله صغيره كيجيو عندنا ولا كنمشيو عندهم. كنحاول انا وياه نهربوا لشي قنت باش ناخدو راحتنا ونهضروا مع بعضياتنا. المهم يعني كانت علاقه ولات فعلا مع بعضياتنا علاقه. ديك الساعه كانت مده ديالها عام. الوغ فاش مشيت داك العام وليت انا وياه كنتخشاو غفر في الركاني، كنجلسوا مع بعضياتنا بزاف. وطبعا جوج ديال المراهقين مع بعضياتهم كنا كنقلبوا اننا نتعزلوا ونتخباو على العينين باش ناخدو راحتنا. وهو في الاول كنت انا وياه ماشي كنحيدو الحوايج ولا شي حاجه، غير مع بعضياتنا، غير الا باسني ولا شي حاجه بحال هكا صافي وكنرجعوا بالزربه. حيت كنت كنخاف كنطلعوا للسطاح وكنتخباو في الباب ديال السطاح، وبعض المرات كنتخباو في الدروج ديال الدار التحتانيه. شويه زعم ولا كيدخلني لبيتو، كيقول لي انا نسد عليا الباب
وإلا سولات السعدية هي الخدامة، أنا غادي نقول ليها مشيتي للحانوت ولا خرجتي مع البنات ولا شي حاجة. فعلا داكشي اللي ولا كيدير، ولينا كندخلو كنتخباو، اصلا هي ما كتسولش علينا ما حتى شي حاجه. ومني كتسول عليا ولا كتبغي تحط الغدا ولا شي حاجه، كيخرج هو الاول عاد كيفتح الباب البيت وكيخليني انا نتبعو. المشكل هو انني انا في ديك الوقيته ولا كيضغط عليا باش انه نديرو علاقه انا وياه، وانا ما كنتش كنبغي نقول ليه لا، وانا خايفه وطرا شي حاجه. وديك الساعه انا كنت فاهمه زعما الاهميه ديال العذريه، وكانت ماما بعض المرات كتهضر معايا في هذا الموضوع، كتبدا توصيني كتقول لي عندك شي واحد يقيسك لتحت، عندك هادي عندك هادي. كنت كنقول ليه لا، ولا كيقول لي شوفي ما تخافيش نديرو غير من الفوق، ما تخافي من حتى شي حاجه، وكوني هانيه ما تخافيش، راه غير من الفوق راه غير من الفوق. فهمتوا؟ فعلا بقيت حتى ما بقيتش قادره نسيطر على راسي، وفعلا وليت كندير معاه علاقة من الفوق، ودوزت معاه 20 يوم بحال هكذاك، وكنديرو العلاقات من الفوق بزاف بواحد الوتيرة بزاف. وصافي رجعت لدارنا ديك الساعة كانت الدخلة ديال المدرسة، كنلاحظ ما كتجينيش لي غيقل، ما جاتني الشهر الاول، ما جاتني الشهر الثاني، الشهر الثالث، وفيه واحد الاعراض، فيه رضان، فيه ترويعة، فيه شحال من حاجة. بقيت عييت من نحاول نخبي، في الاخر قلتها لماما، قلت ليها ها شنو ماما تخلعات في البلاصه، هزاتني داتني للطبيب دوز ليا، كتلقاني حامله، قتلاتني بالعصا، هزات الصمتة وكتضرب وكتقول لي شكون بنت الحرام، هضري قولي لي شكون، غادي نقتلك، باك غيذبحك ويشرب من الدم ديالك. قلت لها ماما شوفي راه محمد، راه هو ولد خالتي. اويلي دابا الطبيب باش قلبني لقاني انا اصلا عذراء، يعني قلت لي انا عذراء، ودار لي ليكوغرافي غير من الفوق، هي من بانت لي الحماله. صافي قلت لها ها شنو. عيطات ماما لخالتي، خالتي مشات تهبل، عقلها مشى خرج. قالت ماما هزي بنتك واجي عندي، راجلك ما يسقش الخبار وراجلي حتى هو ما يسقش الخبار. فعلا مشينا، بقات خالتي كضرب في ولدها وكتعاير فيه وكتسب وما خلات ما دارت ليه، وبدات كتهضر مع ماما، قالت ليها راه خاصنا نطيحوا هاد الشي. داوني للطبيب، قال لهم الطبيب فات الحال على التطياح، ما يمكنش يكون كورطاج في هذا الوقت، هذا راه تقدر تجيها شي غادي تموت ولا شي حاجه. بدات ماما كتقول شنو غندير وهادي، قالت ليها ماما رجعيها الدورة الأولى دوزها عندك، والدورة الثانية نجيبوها عندي هنايا، نديرو شي سبة ولا شي كدبة ولا شي حاجة، المهم تكون عندي هنا. فعلا ماما بقات كتهضر مع بابا، وانا اصلا بابا كان خدام في مدينة اخرى بعيدة علينا، كيجي مرة في الشهر. هضرات معاه قالت ليه راه اختي راه كاينه واحد المدرسه راه غنحول بنتي تقرا عندها، وراه هادي. في الاول بابا ما بغاش، من بقات عليه ماما صافي اقتنع فعلا، مشيت عندها وكملت القراية عندها. وديك الساعة صافي وصل الوقت باش نولد، وولدت، مشيت للكلينيك ولدت فيه، انا ما لاحظتش، بدلت لاكارت ناسيونال ديالي وعطات لاكارت ناسيونال ديال بنتها، هاد بنتها الكبيرة اللي 10 سنين وهي مزوجة وما ولداتش، وقرروا حتى من بعد عاد انا عرفت باللي غيعطوها هاد البيبي. خالتي وعدت ماما غير ندير 18 عام وولدها غادي يتزوج بيا، والدري غيقيدوه بالسميه ديال بنت خالتي لانها ما كتولدش. وصافي كانت خالتي تكلفات بكل شيء، واحد الفيلم اللي هي كتعرفها في داك الكلينيك، المهم داروا الامور كامله والمسائل كامله، يعني صافي السيده قادت المسائل كل شيء. وانا اخر ما نعلم، انا حاليا في دارنا وكنشوف ولدي كتربيه بنت خالتي، فيما كنبغي نطلع عليه ولا نشوفه كيقولوا لي متعيقيش، راه راجلها ما سيقش الخبر، ما عرفش باللي ولدكم نتوما، راه غادي تفضحي في العائله، راه هادي كيبقاو عليا بالهضره. وكندور ديما في سعد، انت غادي تزوج بيا، ولكن فاش تزوج بيا غنجيبو الولد نربيوه. كيقول لي لا مستحيل، ما يمكنش،
واختي ما بقاتش فيك، ها هو مربي عندها بحال مربي عندنا، واختي لاباس عليه وغادي تهلا فيه، وراه وعداتني غادي دير لك واحد العراسية واعرة وهادي وهادي. ومني كنجبد الموضوع مع ماما كتقول لي على انت باقي عندك الوجه اللي كتهضري، واش ما حشمتي مستحيتي هذاك وجهك ولا كفاك؟ لاباس عليك لقيتي اللي يدي داك الدري ويهزك فضيحه اللي درتي. المهم هذه هي قصتي، كنتمنى تنصحوني شنو ندير. انا وليت كنفكر نمشي نديكلاري بهم كاملين، مشكلة انه بابي الا ساق ليا الخبار غيقتلني. انا ما عنديش باش نربيه ولا نوكله ولا باش نصرف عليه، انا براسي باقا كنقرا. وهذه هي قصتي، وكنتمنى منكم نصيحة، وشكرا لكم بزاف حيت صنتوا ليا. ايوا هذه هي القصة ديال سارة، كنتمنى تكونوا سمعتوها من الاول حتى الاخر. ما تنسوهاش من تعليقاتكم، وشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.